نعم. هذا توفى هذه واحد اليومين. نعم. هذا كان وجه من وجوه ورمز من رموز وجنرال من جنرالات العياشة في المغرب. كان في 2011 ملي خرج الشعب المغربي كينادي بالحقوق ديالو، كان يقف لهم سدا منيعا. دابا ساعة يخرج فيديوهات ويبقى يسب ويشتم في الناس ويشتم في الشعب وفي الأحرار، وديك الشيء غريب جدا. وكانت كتحرف له كيبقى يقول لك انا راني ملكي ما عرفتش شني كدا. فهمتي كيفاش؟ مع الملك، مع سيدنا، اليوم وغدا مع سيدنا. موت، طردق، التفخس، الخونه تفخصوا، موتوا. انا مع الملك، عجبك الحال ولا ما عجبك الحال، انا مع سيدنا ولا في جهتك ديرو. انا ملكي وكنحماق على الملك وكنموت على الملك ومستعد نتقاتل وندابز ونحرق اي واحد كيتكلم لي في الملك في سيدي. فهمتي كيفاش؟ هذا اللي يسب سيدنا ماشي انا ضدو، انا ضد كلشي اللي كيسب الملك انا ضدو، كيما بغا يكون شانو صغير ولا كبير. هذه من جهه. انا ماشي ضد غير هذا، انا ضد كاع اللي كيسب الملك، انا ضدو وغادي نخرج معاه فين بغا، انا موجود ليه. هادو كلهم. وهنا عاوتاني كيغاوت ويشهق باعلى صوته شهيقا. الملك عاش الملك عاش. وهنايا كذلك باسم الجماهير والشعب المغربي في مدينة الناظور ونواحيها كيستقبل بالملك. نعم. هو يعني كيمثل الناس ديال الناظور والعروي وديك المنطقة كاملة، وكيستقبل الملك وكيقول له تعالى الى. فهمتيني؟ مشى كل واحد ديكو. مرحبا بسيدنا ونهزوه فوق راسنا. ها هو فوق راسنا. مرحبا بك سيدنا عندنا، مرحبا مدينة الناظور كلها ترحب بك. عاش الملك. وهنايا تحققت الامنيه ديالو الملك شير له. نعم. غريبه القضيه. اخيرا تحققت الامنيه، امنيه الشهور والسنون. وهنايا عاوتاني كيناضل مع خوتو العياشه. نعم. نضال العياشه نهار 13 مارس 2006. كان كيناضل هنايا مع خوتو العبيد والعياشه. نعم. ضد بانكيمون وضد الامم المتحده. نعم. وادي يا سيدي وادي يا سيدي والواد وادي. وهنايا اشتد به الألم وبدأت مسيرة المعاناة. نعم. وبدأ الندم يدب دبيبا إلى روحه. واحد شويه لقيت المصرا ديالي ديال اللور بالسدود ما تيخرجش، وليت نخرج من فمي. وهنايا صحوة الضمير كما يحلو للبعض أن يسميها، صحوة الضمير، ولكنها جاءت متأخرة بعض الشيء وللأسف الشديد.
هاد الاخ هاد الزوزافي نصر راه ما قال بوعيب كيطلب لكم المستشفى ديال السرطان ولا يجزيك بخير. كما كتبني في السجون دابا كتزيد في السجون، دابا اي مدينه زدتي فيها حبس. ايوا ديرنا حنا واحد السبيطار حتى حنا هنا في الناظور ديال السرطان ولا ديرها سيدي في الحسيمه، غادي نبقاو نمشيو للحسيمه نداوو. انتم شفتوا اخوتي هاد الوثائقي النوستولوجيا كيسميها نوستولوجيا. هاد الوثائقي السريع اللي عملت لكم على هاد المناضل العياش الكبير اللي كان كما قلت في البداية ديال الشريط كان كيفتخر بكونه عبد من عبيد السلطان، وكان كيدافع على الاستبداد والظلم في وجه التحرر، وكان كيوقف سدا منيعا في وجه صوت الأحرار، وكان كيطالب بالذل والعبودية. ولكن في النهاية وكأنه شيئا لم يكن.